السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي قوي. آم، بتأخر شوية في الفيديوهات لاني انا انتوا عارفين بقى الولاد والبيت والدنيا وداخلين على امتحانات وحاجات كده يعني، فمش بفضل بصراحة ان انا انزل كل يوم فيديو او كل يوم ويوم، او يعني لما بلاقي كده عاملة فيديو فبنزله لكم. وكنت تعبانة شوية كده. فالحمد لله يعني. بصوا، هنا كان عندي فرح بنت واحدة حبيبتي، يعني بنت صاحبتي، بنوتي الجميلة. آه، عقبال كل البنوتات يا رب كده ويسعدهم ربنا كلهم. فكنت رايحة الفرح، وزي ما بحب كده ان انا اوريكم الاوتفيت بتاعي. ف وريتكم بقى كده. هنا خلاص بقى كنت خلصت الدنيا وظبطت كله يعني، وقمت حاطه لكم المقطع بتاع المنظر بتاعي. عايزاكم بقى تقولوا لي رايكم. كتير قالوا لي الطرحه السوداء عليكي بتبقى قافله الدنيا وما بتغيرهاش وبتاع. بصوا، عايزه اقول لكم انا عندي كميه طرح، قسما بالله العظيم يعني ما اقولكوش. كمية طرح كتير جدا جدا، وجميع الالوان، والسكارف، واللي طرحه، واللي كبيره، واللي صغيره، واللي مشجر، واللي ساده، بس انا ما اعرفش يعني، انا بحس ان انا بلاقي نفسي في الاسود اكتر. انا مهما بغير يعني، عايزه اقول لكم انا رحت ورجعت، وميرفت بتكلمني قلت لها بصي انا يعني مش هغير الطرحه السوداء تاني مره، مش هغير، انا مش مقتنعه يعني. عارفين، اتصورت في المكان هناك وبتاع وكده، حاسه ان انا شكلي مش حلو ومش مرتاحه كده، وكل شويه اعدل في الطرحه وافتح الموبايل ابص شكلي، معرفش، حاسه ان شكلي يمكن عشان انا مستغربه شكلي. فلما بعت لها الصور قالت لي لا، انت اللي شايفه نفسك كده وبتاع، بالعكس وشك حلو فيها. فما علينا بقى يعني. المهم لبست الطرحه الفاتحه وامري لله. كنت هروح بالطقم التاني اللي كنت رايحه بيه المهرجان الاخير يعني، بس قلت بقى اغير بصراحه. قلت كده البس جيبه يعني، واوريكم كده المنظر عامل ازاي، نوع من انواع التغيير يعني. كله بنطلونات، خروج بنطلونات ومناسبات بنطلونات وبكده، فقلت اغير يعني. فالحمد لله الطقم طلع الى حد ما يعني كويس في الحقيقة، شكله حلو برضو مش بطال. وزي ما وريتكم كده كنت نازلة الدنيا الجو بيسقع بالليل، فحطيت عليا الجاكيت ده. كله هيقول لي برضو انت هو اللون الاسود. بصوا يا جماعه، اللون الاسود ده بيعتبر يعني سيد الموقف. يعني انا بحس ان هو بيدي شياكه وبيلم الجسم وكل حاجه. فانا عن نفسي بحب الاسود جدا يعني. اغلبيه هدومي كده سودا، فمش عارفه، او هي بتيجي معايا كده معرفش. بس انا بحب الالوان، اللي بحب اللون الاسود قوي قوي، بعزه جدا يعني. بس فحبيت اوريكم الموقف، بس قولوا لي وشي في الطرحه عامل ايه الدنيا كده. مهند واقف بيصورني، انا عارفه الفيديو عمال بيهزهزه يعني كده، مش واقف لما بيبقى ملوش مزاج للتصوير، بيبقى بيكلفتني يعني. ف هنا بقى كنت اليوم بتاعي بقى الصبح قبل طبعا ما اروح الفرح يعني. عملت بقى القهوة زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت قطعتين الشوكولاتة. بصوا، وقعدت كده ظبطت دماغي خالص. وبعد كده قمت على المطبخ يعني. طبعا نزلت الولاد والبيت، طبعا زي ما احنا عارفين كده، البيت والولاد والدنيا والشغل اللي احنا مش بنطلع منها يعني، المفرمة اللي احنا مدعوكين فيها مدعكة فيها كل يوم. فعايزه اقوم بقى الحق اخلص عشان عارفه نفسي نازله يعني. فزي ما انتوا شايفين كده او هتشوفوا، شربت يا دوبك حبه قهوه كده وانا قاعده، وبعد كده قلت ايه، لا قومي بقى كملي الباقي، عشان انا يعني بالي طويل في شرب الحاجه. فقلت قومي بقى خلصي كده وانت في المطبخ والدنيا تعدي. طبعا خدت معايا ملوكة الفرح، لاني البنات كان عندهم درس يعني، وقالوا لي يا ماما ايه مش هناخدوه معانا، فانتي خديه بقى. فبصوا دبوني فيه. مشكلة ان مالك بينام بدري يعني، واحنا رايحين كنا قبلها بيوم عند ميرفت. من ساعة ما نزلت وفي السكة ورحنا وكله، وهو مديها نوم. واحنا نازلين بقى زعلان وبيعيط في ايه، قال انا ما لحقتش اقعد. قلت له ما حدش قال لك ما تقعدش، انت اللي من ساعه ما نزلنا من البيت لحد ما روحنا وانت نايم. فلما جه بقى الفرح قلت له لو نمت في السكه انت حر، مش هاخدك معايا مشوار تاني بالليل.
فبقى ماسك نفسه بقى في التاكسي كده لحد اما رحنا يعني، وبقى طبعا فرح والدوشة وبتاع وكده، واحنا راجعين بقى قام مظبط الدنيا يعني، مديها نوم. فايام المدارس بالذات ما بحبش انزل بيه بالليل كده، لاني بيبقى صاحي من بدري. انا مالك عندي بيصحى من الساعة 5 تقريبا، 4:30، وقت ما كده باله يجيله يعني. ما بينامش بعد كده يعني، ما بيقومش بعد كده. فبالتالي بقى بينام بدري يعني، لما يصحى الساعة 5 ولا بتاع خلاص يعني، 6 7 دي يبتدي لما ابقى كده اقول له خلاص تعالى بقى في حضني كده شوية، واكلنا انا وهو، اديله موبايل كده، ولو خاطه في درس ولا بتاع بص جاب اخره يعني. ف... فكده، فالمهم بقى اليوم كان حلو جميل، وهي كانت طالعة بسم الله ما شاء الله عليها زي القمر. والقاعة اللي هي عاملة فيها جميلة جدا جدا، أول مرة أخشها يعني. هوريكم كده القاعة من بره كده وانا داخله يعني. كانت عاملاه في نادي الفتح في قاعه اسمها الميسا. بس حلوه جدا جدا القاعه، ونضيفه قوي 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 بصراحه، عجبتني قوي. بلس بقى ان الفرح كان هادي جدا. بصوا انا اليومين دول في يعني رحت كام فرح كده، بحس اني ما بقاش فيه الهيصه والعزومات بتاعت زمان الكتير، بقى يبقى الفرح متكدس كده لا يعني بصراحه الفرح واضح كده وهادي، وما فيهوش ناس كتير، وحاجه يعني في رقي كده. ف فربنا يسعدك يا أمنية يا رب، ويهنيكي يا حبيبتي، ويفرحك بيها يا هند يا رب. بصوا بقى هنا كنت الفلفل الأحمر ده أنا متعودة إن أنا لما بينزل بعمله كل سنة. واللي عندي خلاص يعني، أنا بعمله الكمية بتقعد عندي السنة كلها يعني. ممكن بقى إيه تيجي على الأواخر كده شهر أو حاجة يبقى ما عنديش. فعندي هنا في السوق مش لاقياه بصراحه، فالله يبارك لها ميرفت قالت لي لا انا بشوفه يعني، دي تاني سنه هي تجيبهولي يعني. السنه اللي فاتت برضو قالت لي لا ده انا عندي كنت جايبه وطلع مش حلو، قالت لي لا ده انا عندي الناس حاطينه كويس وماسك نفسه وبتاع وكده. فالمهم قامت جايبه لي. فالسنه دي برضو قلت لها انا مش شايفاه عندي في السوق، فقالت لي لا موجود، انا هبقى اجيبهولك. فيوم ما كنت عندها بصراحه بقى قمت واخداه وانا نازله، وقلت عشان ما يبصي، لاني بصوا انا جيت من بره سيبناه في الكيس زي ما هو يعني. ف بتاع مثلا 2 او حاجه كده طروا مع الجو برضو. فالكيس كان حامي عليهم تقريبا يعني. فقلت بقى لا خلاص اعمل. بصوا السنه اللي فاتت عملته باني انا فتحته نصين، وفضيت الفيديو عندي على القناه يعني، وفضيت البذر بتاعه ودخلته الفرن. نشفته، عملته بابريكا. ما عملتهوش، عملت ده وعملت ده يعني. وقمت منشفاه في الشمس بعد الفرن، حطيته في الشمس وبعد كده طحنته في الكبة كده. بصوا كانت رهيبة بصراحة. ريحتها لما بحطها في الاكل وعطشة طعم وكله، غير البابريكا اللي انا بجيبها من بره تماما يعني. ف يعني انا لسه ما عملتش موضوع البابريكا ده بصراحه. فالنهار المره دي بقى لما جبته قلت اعمله الهريسه. بصوا هعمله كده بطريقه انا يعني اغلبيه. بص انا عملت كل الطرق يعني، بس الطريقه دي طلعت حلوه يعني. انا ساعات بطحنه كده خلاص واعبيه واحطه في الفريزر. ساعات تانية كنت بسبكه هو كده بطريقة على النار يعني، غير الطريقة دي. بصوا المرة دي بقى انا عملت حاجة يعني، قطعته كده زي ما انتوا شايفين. طبعا غسلته وظبطته وضربته في الكبة وحطيت فص توم، لاني ساعات بحطه في اكلات ما بتحتاجش ان انا احط توم يعني. في المحشي مثلا بحط منه معلقة او كده. فطبعا المحشي ما بنحطوش فيه توم، فمرضتش ازود التوم قوي يعني، يا دوبك حطيت فص كده صغير، وقمت ضرباه كده بالملح. وهبتدي ان انا اسبك له شوية صلصة كده بساط قوي، وهحطه فيها يتسبك بقى لحد ما المية بتاعته كلها تنشف. بصوا طلع حلو. هو في السوق كتير جدا، بس انا مش عارفة عندي مش موجود ليه يعني. ولونه بقى بصراحة هي جايبهولي حلو، لا دبلان ولا في حاجة بايظة ولا حاجة خالص. وضربته ببذره بكله يعني، ما فضيتش البذر بتاعه. لا. فبصوا ساعات حتى لو ما عنديش شطة، ما عنديش بابريكا، كده بحطه في كل حاجة. في الكبدة بيدي طعم تحفة، في المحشي، في الخضار المطبوخ. بصوا في كل حاجة بصراحة بيبقى تحفة، انا بحبه جدا يعني.
وما خدش مني 3 دقايق. يعني انا بص طول ما هو في السوق بقى اجيب كيلو، كيلو ونص على حسب ما اجيب يعني، واعمله كده لحد بقى ممكن املى العلبة دي، املى كمان علبة، لاني انا بستخدمه كتير، بستخدمه كتير جدا. يعني اي اكلة يا سلام بقى عليه، في الملوخية يا سلام عليه، في البامية، كل حاجة بحطه فيها بصراحة. هعمل طريقة بدنجان كده وهوريها لكم برضو، واخدة منه فيها. خلصت بقى كده الفلفل بتاعنا، وقمت حطاه في العلبة كده لحد ما برد شوية، وبعد كده قمت مقفلاه ومدخلاه الفريزر. عايزه انت تعمليه بقى في قوارب كده زي قوارب ال التلج يعني، وتجمديه، وبعد كده تحطيه مثلا في اكياس او في علبة برضو او حاجة، بحيث تاخدي قطعة قطعة، برضو شغال الحال. بس انا للاسف القوارب بتاعت التلج بتاعت التلاجة عندي اتكسرت يعني ورميتها. فبرضو الحكاية دي هتبقى حلوة، ان انت هتبقي تاخدي المكعب مكعب كده، تحطيه في الحاجة اللي انت عايزة تحطيه فيها. انما انا كده بصراحة يعني بحاول كده بالسكينة اطلعها واحطها بقى في طبق كده لحد ما اجي هعمل اكل، يعني قبل ما اعمل الاكل بشوية اقوم مطلعاها. بصي طول ما انت حاطه عليه ملح ما بيبقاش جامد، ما بيجمدش قوي يعني. يعني انا مره عملته ما حطيتش عليه ملح، كان لازم بقى احطه بره لحد ما يسيح كله، واقوم واخده الكميه اللي انا عايزاها. لا بتحطي عليه ملح كتير، بيديله طريان كده يعني، ما بيجمدش. فبرضو عشان لما تعملي الاكل خلي بالك بقى ان انت حاطه نسبه ملح في الحاجه اللي انت هتحطي فيها. هنا بقى خلاص خلصت كده، وقمت واقفه غاسله شويه المواعين طبعا اللي ما بيخلصوش خالص. وكان عندي الحله بتاعه القلايه الهوائيه، كان الولاد عاملين فيها كفته، وكان يعني ماسك كده فيها من تحت. فسبتها بقى كده تتعمل يعني، تسيح مع نفسها كده، هي الكسرولة بتاعة اللبن. لما بيغلوا اللبن يعلوا النار، يحرقوا لي بصوا الكسرولة، بتبقى مشكلة دي بالنسبة لي بصراحة. انما انا برضو لما ببقى واقفة ببقى مخلية بالي. فبصوا برضو الولاد مهما كان بيبقى عندهم حتة اهمال كده، غيرك ما انت بتبقي واقفة في المطبخ. بصوا دعكتها خليتها زي الفل. بص الاسبونشة دي حلوة جدا جدا بصراحة. يعني من يوم ما اتعاملت بيها انا ما بجيبش سلك خالص، يعني عندي يمكن سلك مواعين ركناه ما بستعملوش، بتخلي الحاجة زي الفل وبتلمع كده. بصوا بطريقة غريبة يعني. ولما بتقدم الاسبونشة باخدها استعملها في التويلت، للحوض من بره ومن جوه، للبانيو كده. بصوا بتخلي الدنيا بربرق كده بصراحة. فاحلى من السلك فيه حاجات لو تيفال او حاجه كده بتجرحها، انما دي لا بصراحه ربنا بتنظف الدنيا وبتخليها زي الفل، وزي ما احنا شايفين كده الدنيا بتتظبط يعني. بس خلصت مواعيني بقى ووقفت، خلصت اكل يعني. عشان ما يبقاش الفيديو طويل هوريكم الفيديو المرة الجاية يعني. جم بقى الولاد اتغدينا وظبطنا الدنيا، وعايزه اقول لكم نازله الفرح على متاخر يعني، كده على الساعه 8 ولا حاجه. آم، بس كان يوم حلو بصراحه، وكان الفرح حلو جدا جدا ما شاء الله، ربنا يبارك لها يعني. بس بصوا دي سبتها كده يعني، اول ما قمت من النوم طلعتها من القلاية، سبتها كده حطيت فيها مية سخنة، نضفت على قد ما نضفت يعني، وبعد كده قمت حاطة فيها مية سخنة وسبتها عشان خاطر ما تتكش عليها قوي، عشان دي تعتبر زي التيفال، فممكن ان هي بتتجرح يعني. بس ونضفنا. بصوا مجرد ما خلاص ما بخلص الحوض يعني والمطبخ وكده، بحس ان الدنيا كلها خلاص رقت. انما المطبخ هو اللي بيعمل قلبان كده في الشقة بقى، بطبيخ وبتنظيف مواعين وبكل حاجة. وقفت بقى اليوم ده كده، نضفت بقى ورا البوتاجاز والتلاجة وبتاع وكده، خليت بصوا الدنيا زي الفل بصراحة. بصوا بقى الدنيا بقت بربرق بربرق يعني. هوريكم بقى كده حتة صغننة من المكان اللي معمول فيه الفرح. المكان حلو جدا جدا، القاعة حلوة ما شاء الله عليها. بس بصوا طبعا انا خلصت من هنا، وهم دخلوا بقى بمواعينهم بحالهم بدنيتهم يعني، فالمواعين ما بتخلص.
انا بقى خلاص كنت نزلت. بصوا انا وملوكة بيحب يركب قدام، راجل يعني، فبيحب ان هو يركب قدام. بصوا عايز ينام وهو ماسك نفسه بالعافية يعني. هنا بقى خدنا طريق البحر، يعني كانت الدنيا الى حد ما يعني فاضية. بصوا بقى البحر فاضي ازاي. خلاص كده كنا وصلنا القاعة. بصوا صورت لكم كده من بره يعني. وهصور لكم كده مقاطع من الفرح. دي كده المنظر من فوق يعني. حبيت اوريكم المنظر. هو طبعا نادي الفتح في بسين وفي فندق جوه، وفي كيدز اريا كده، وفي قاعة مفتوحة يعني. آه، طبعا معروف هو عند عماير الضباط اللي في مصطفى كامل. هنا بقى خلاص كنت وصلت الفرح. بصوا العروسة بسم الله ما شاء الله، الله أكبر عليها. طبعا بقى بجري عشان الصوت بتاع الأغاني يعني واليوتيوب. هنا بصوا وانا رايحة متأخر، هو كان عدى بقى كاتب الكتاب، كتبته في القاعة وبتاع وكده، فكان عدى كل ده يعني. فعلى قد ما اقدر كده صورت لكم حتة صغيرة. بصوا جميلة ما شاء الله. بص العروسة الفرفوشة رزق يعني، ربنا يبارك لها ويحميها يا رب. بصوا منظر القاعة من جوه حلو جدا جدا، كلها زرع كده، مبهجة بصراحة قوي. كلها زرع بقى من فوق والسلالم واحنا طالعين وعاملين كده ديكورات بالزرع برضو بره القاعة يعني، في الريسبشن بتاع القاعة. عاملين بقى بصراحة ديكورات بالورد حلوة جدا ومرايات وبتاع. لا القاعة شكلها شيك، عجبتني جدا. هنا بقى كان الشو بتاع التورتة يعني. وبعد كده طبعا بقى اللي هي طلعت تتعشى يعني المفروض. والبوفيه بقى كنا خلاص فتحوه يعني. وبعد كده رجعت بقى بمنظر تاني قلع الطرحة بتاعتها. بصوا بقى بسيب لكم شوية كده تتفرجوا على الدنيا عاملة ازاي. وكانت عاملة استعراض كده هي واصحابها لما رجعت يعني. كان حلو جدا جدا. آه، بصوا ما شاء الله عليها يعني، ربنا يحميها يا رب ويهنيها، اللهم امين يا رب، هي وجوزها يا رب. هنا بقى خلاص كانوا العريس راجع داخل تاني يعني. وهو دخل من حتة وهي هتطلع من حتة تانية. ربنا يفرح يا رب كل أم ببناتها وكل أم بولادها يا رب كده، تجوزهم كده وتوصلهم لبيوتهم على خير. بصوا أحلى لحظة وأحسن لحظة إن لما الواحدة تحس إن هي كده خلاص، أو الأب يحس إن هو أدى رسالته في إن هو يعني وصل بنته أو ابنه لبيته يعني. دي بتبقى يعني خلاص بقى كده يعني، أدى رسالته على أكمل وجه. بصوا انا بقى عامله الاستعراض بتاع اللي هي واصحابها كده، ما شاء الله عليها، الله اكبر، ربنا يحميها يا رب. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله عليها. ملبسه البنات كله لون يعني، هو الموديلات مختلفه بس كلهم نفس اللون يعني، او الوان قريبه كده من بعض. خلاص هي بعد كده يعني ما قعدتش كتير كده، كام رقصه يعني على كام اغنيه، وبعد كده بقى خلاص خدت بعضها يعني وكان الفرح خلاص بقى خلص. ده كان الفيديو بتاعي النهاردة. يا رب الفيديو يكون كان فيديو ظريف لطيف خفيف عليكم. وتكون فيديوهاتي بتفرق معاكم يعني، او بتبقى حلوة يعني، بتعجبكم. بحب اخدكم معايا في كل حتة. واشوفكم في فيديوهات تانية على خير ان شاء الله من يوميات مطبخ ويكي. بحبكم.